السلام عليكم متابعي قناة فنون الطبخ، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما ديما فيديو جديد ووصفه او شهيوه جديده. في الفيديو ديال اليوم غادي تشوفوا معايا بيتزا بالخضر والطون. غادي نعطيكم الطريقه الصحيحه والاصليه باش توجدوا عجينه ديال البيتزا اللي كتجي بحال ديال المطاعم، خفيفه ومحمره بحال الا طايبه في الفرن التقليدي. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجينه غادي نحتاجو كاس عنبه وثلثين كاس ديال الماء ديال روبيني عادي بارد تقريبا 270 ملل. عندنا ربع كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره من خميره ديال الخبز وبحالها ديال السكر سنيده، الملح حسب الذوق، وربعه الكيسان ديال الدقيق الفورس. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنجيبو زلافه كبيره ولا شي اناء كبير، كنوضع اول حاجه الخميره مع السكر، نزيد عليهم الزيت والماء ونبدا نخلط مزيان بالفوي حتى ينسجموا لي جميع المكونات اللي ضفت. عاد كنزيد شويه بشويه الدقيق اللي تنغربلوه بطبيعه الحال. في الاول غادي نضيف غير 3 ديال المعالق كبار ونخلط مزيان بالطراب اليدوي، وممكن تخدموا حتى العجانه غادي يكون حسن. اما النتيجه فراه كتكون بحال يعني بحال حركتي بيدك بحال العجانه. المهم نخلطو مزيان، وعاد غنزيدو 4 المعالق اخرين ديال الدقيق مع التغربيل دائما. كنحركو مزيان وناخذ وقتنا في الخلط بطبيعه الحال. نخليكم دابا مع الفيديو غادي يوضح لكم هاد المراحل اللي ذكرت. البنات ما كنتش ناويه يعني لا نقطع الفيديو ولا نسرع المقاطع، ولكن هنا راه طفات لي الكاميرا. كيف ما شفتوا راني ضفت 3 المعالق وزدت 4 المعالق اخرين ديال الدقيق وخلطت، وهذه هي الكميه اللي بقات ديال الدقيق. غادي نخلط مزيان حتى تشكل لنا هذا الخيط هذا اللي كتشوفوا في العجينه كيف ما كتشوفوا دابا في الفيديو. ها هو دابا تيبان لكم كيتقطع، يعني ملي كنهز الفوي راه كيتقطع. غنبقى نخلط مزيان حتى يولي يتشكل عندي خيط واحد، يعني ملي نهز الفوي يبان لكم خيط واحد ما مقطعش. في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا الملحه باش تذوب لينا، يعني تذوب لينا في العجين. ما تنساوهاش ديما خليوها حداكم. وهنا غادي نحيد الفوي، يعني من بعد ما نخلط هاد الملحه وبعد ما كتذوب لينا في العجينه غادي نحيد الفوي وغنضيف الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق وغادي نعجن بيدي. بعد ما دخلت الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق في العجين كيف ما كتشوفوا هكا غير بالرؤوس ديال الاصابع ديالي، يعني كنعجن بيدي وكندير بحال الا كنخبط العجين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وهذه الطريقه هي اللي كنديروا حنا في هواره باش كنعجنوا الخبز اللي تيجي بحال العيش المصري. هانتوما راه كتشوفوا الطريقه يعني واضحه في الفيديو. كنضرب العجينه وكنجبدها الفوق. انا شويه غادي نبين لكم بطريقه يعني بطيئه بالعرض البطيء، غتشوفوا كيفاش ندير. كنضرب العجينه وكنجرها الفوق.
هنا كيف ما كتشوفوا راني خديت وقتي في العجين. هي غادي تعذبكم ولكن ماشي مشكل، صبروا ليها لان النتيجه راه كتجي زوينه. غادي من بعد ما عجنتها كيف ما شفتوا غادي نغطي العجينه ونخليها ترتاح لمده ساعه في مكان يكون دافي، ولا غير في الكوزينه في الفران ولا في اي بلاصه تكون مغطيه، ونتلاقاو من بعد. هنا بعد ما دازت ساعه العجينه راها خمرات، كنجيب زلافه كنكون دايره فيها الماء بارد، غادي نبدا نغطس فيها يدي وندي غازي العجين ديالي بهذه الطريقه هذه. وفي كل مره كنفزق يدي بالماء بحال الا كنخدمها وفي نفس الوقت كندخل العجين الماء، وهذا هو السر اللي تيخلي العجينه كتجي خفيفه ومنفوخه وفيها فقاعات بحال السفنج. كنكمل بهذه الطريقه هذه شي 3 دقائق تقريبا، ونغطيها ونخليها تخمر للمره الثانيه بين ما وجدت لاصوص طوماط وكذلك الخضر اللي غادي نستعمل في الحشوه. هذه الخضر اللي غنستعمل انا استعملت هنا الفلفله حلوه والدنجال والكورجيت والقرعه خضراء والبصله، وقطعتهم وزدت عليهم معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، الملح والابزار على حسب الذوق فقط. دهنت اللاطه ديال الفران وغادي نوضع فيها هنا الخضر وغندخلها للفران يكون مسخن من قبل حتى كطيب على خاطرها. فبالنسبه للخضر هي اختياريه، يعني ممكن تستغنيو عليها وديروا غير لاصوص طوماط والطون والفرماج. انا اليوم اختاريت نزيد الخضر لانها كتجي لذيذه وكاع ما كتجي باينه في البيتزا، يعني هي احسن طريقه باش تخليو وليداتكم ياكلوها بلا ما يحسوا. دابا غادي نجيو باش نوجدوا لاصوص طوماط. انا هنا كنستعمل الهاشوار، كنجيب مطيشه بعد ما نقيتها يعني حيدت ليها ديك الزريعه ديالها، غادي نقطعها طريفات ونطحنها في الهاشوار. كيف ما كتلاحظوا هنا راه المطيشه عندي بالقشره ديالها، يعني ما كنقشرهاش. وإلا ما فيكم اللي وجدها وبغيتو تعوضوها بشي صلصه يعني جاهزه بحال سوليس مثلا ما كاين مشكل، ولكن من الاحسن توجدوها في الدار. بالنسبه لهاد الصلصه انا كنستعمل فيها الملح والابزار حسب الذوق، كنضيف ليها زيت الزيتون وكذلك التحميره ومعلقه كبيره تكون عامره ديال مطيشه الحك. كاينه عندي طريقه اخرى كنستعمل فيها الفلفله حلوه، راه عندي في القناه اللي بغاتها يعني تقلب غير في القناه راه تلقاها. صافي كنخلط هادشي كله كنوضعو فوق البوطه وكنخليها طيب على خاطرها حتى كتعقد. هنا بعد ما خمرت لينا العجينه المره الثانيه، الا عقلتوا رحنا خليناها خمرات المره الاولى لمده ساعه، وهذه المده الثانيه بعد ما خليناها تخمر ومشينا حنا وجدنا لاصوص طوماط وجدنا الخضره. عاد جيت لها دابا باش انني غادي نقسمها يعني على حسب الحصص اللي بغيت. انا غندير 3 ديال البيتزات، غنقسمها على 3. كنستعمل الدقيق، يعني كنرش سطح العمل بالدقيق وكنوضع يعني كنحط العجينه فوق منه كنبقى نرش بالدقيق، غير هو ما نعجنوهاش يعني غير نحاولوا نكوروها ونعاونوا بالدقيق باش ما تلصقش لينا.
صافي كنخليو دوك الكويرات عفوا، كنخليهم حتى كنوجد الورق، يعني الورق ديال الطاهي كنقطعو على شكل دائري وكندهنو بزيت الزيتون وكنوضع فوق منه ديك الكره. انتم تابعوا معايا الفيديو راه كيشرح راسو، يعني ما نحتاجش نشرح لكم. هي راه كتعذب شويه ولكن معليش، غير صبروا ليها. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على نوع الطون اللي كنستعمل، فهو هذا الطعم، فيه 800 غرام، كيجي زوين في كاع المملحات، يعني كنستعملو في البيتزا، في ليكيش، في البريوات، في كاع المملحات كيجي فيهم زوين. كنحلو بهذه الطريقه هذه. كنهز الكميه اللي بغيت. بالنسبه اولا البنات اللي غيسولوني على الثمن، فهذا 800 غرام كيدير 70 درهم، الثمن ديالو 70 درهم باش كناخذو. كيف ما قلت لكم كنحلو كنهز الكميه اللي بغيت، كنحاول اني ما نقيسوش بيدي باش يبقى مزيان. كنصفي يعني ديك الكميه اللي هزيت، وداك الزيت اللي تصفى منه كنرجعو للبواطه صافي. وكنسدو كيف ما كتشوفوا هنا عندي هذا الغطاء هذا، كنسد البواطه به وكنرجعو للثلاجه، ما كنديروش في الفريغو. دابا وصلنا للمرحله الاخيره، وجدت كاع العناصر الخضراء اللي شوينا في الفران، ها هي الطون، كذلك الفرماج الاحمر اولا الموتزاريلا اللي عندكم استعملوه، ولا صوص طوماط. كندهن يديا بزيت الزيتون وكنبدا نسرح في العجين. الا كتلاحظوا هنا راني ما كنقرصهاش، انتم غادي تشوفوني ما غاديش نقرصها، غادي نبقى غير كندفعها بصباعي وهي راها تابعاني، حيت كتجي خفيفه، يعني كتجي عاطيه الطعم. كنخلي دوك الجنيبات كيف ما كتشوفوا راه ما كنوصلهمش. صافي كنسرح العجينه مزيان حتى كنوصل للقياس اللي بغيت، صافي كنحبس.
صافي هذا هو القياس اللي بغيت في البيتزا ديالي، يعني ما بغيتهاش تكون غليظه بزاف وما تكونش رقيقه. غادي ندير طبقه ديال لاصوص طوماط، ومن وراها كنوضع الفرماج محكوك. هنا غادي نوضع الصلصه ديال الطماطم، كنوزعها يعني بالتساوي، كنحاول اني نوزعها بالتساوي. بالنسبه للجوانب ديال البيتزا ممكن انكم ديروا يعني دهنوهم بزيت الزيتون الا بغيتوهم يجيو مقرمشين، او لا ممكن يعني ديروا عليهم غير الفرماج، يعني فرماج محكوك راه حتى هو كيجي محمر كيجي مقرمش في الجوانب. هنا غندير واحد الطبقه خفيفه ديال الفرماج، غير خفيفه ما نكترش بزاف. صافي من وراها غادي ندير هاد الخضر هذه المشويه كيف ما كتشوفوا معايا، غنوزعها بالتساوي. لما كتبغيوهاش ما ديروهاش كيف ما قلت لكم، انا غير بغيتها يعني اختاريت اني نستعملها اليوم. تقدروا تبدعوا يعني في الحشوه، تستعملوا اللي بغيتوا، يعني عوض الطون تقدروا ديروا الكفته ولا لاداند ولا اللي عندكم، اللي متوفر عندكم. بالنسبه لاصوص الطوماط راه حتى هي ممكن تستغناو عليها، تستعملوا غير كريمه، يعني كريمه ديال الطبخ، او لا ممكن تستعملوا البيشاميل، ولا حتى كاينين بعض الصلصات اللي مصنوعين من الجبن خاصين بالطاكوس، يعني كيتستعملوا في الطاكوس، تقدروا تستعملوهم في البيتزا. هنا كيف ما شفتوا راني درت الطون ودرت الفرomage، درت واحد الطبقه يعني كثيره شويه ديال الفرomage، وكان ندير فوق منهم الريحان او لا لي زيرب دو بروفانس او لا الزعتر ولا اي حاجه كان متوفره عندكم. صافي كندخلها الفران. هنا كيف ما شفتوا راني دايره مقله ثقيله في الفران، يعني ملي شعلت الفران درتها كتسخن، وهنا كنطرح يعني ديك البيتزا ماشي كنديرها في اللاطه، كنطرحها مباشره في ديك اللاطه وكنسد عليها. هانتوما كيف ما شفتوا مباشره كيف ما حطيتها راه ولات تشكلوا لي دوك الفقاعات. ها هي راه واضحه عندكم، راه دغيا طابت، راه ما احتاجتش وقت كثير، دغيا تحمرات لا من الفوق ولا من التحت. ها البيتزا ديالنا بعد ما طابت كيف قلت لكم ما كتعطلش في الفران، دغيا كطيب وكتجي رائعه بحال الا طيبه في الفران التقليدي ديال العواد. تيجي طيابها مقاد، يعني طيبه من جميع الجوانب وحتى من التحت، وعجينتها كتجي خفيفه ومقرمشه. هانتوما شوفوا معايا، انا دابا غادي نوريكم البيتزا من التحت باش تشوفوا كيفاش دايره. ها هي كتبان لكم راها طايبه وما لاصقاش لينا في داك البابي لاننا دهناه بالزيت. شفتوا؟ بالنسبه للتقطع ديال البيتزا في الاول كنت حتى انا كنقطعها بهاد القطاعه ولا الجراره ديال البيتزا، ولكن بعض المرات كتعذبني، ودابا وليت كنستعمل المقص كنقطعها بسهوله وكتجي مقاده، يعني التقطيعه كتجي مقاده. هانتوما شوفوا هاد الطريف هذا كي كيبان، العجينه كتجي رطبه كتجي بحال السفنج، وهاد الجوانب هادو تقدروا تعمروهم بالفرماج ولا باي حشوه بغيتو.
هنا بعد ما ساليت الطياب ديال البيتزا الثلاثه اللي عندي، هاد الورق هذا اللي كنستعمل ورق الخبز تقدروا تحيدوه وتعاودوا تستعملوه مره اخرى، لانه ما كيبقى نقي، ما كيوقع ليه والو. وصلنا لنهايه الفيديو. كيف ما شفتوا البيتزا كتجي زوينه، كتجي رائعه بحال ديال المحلات، واحسن كاع من ديال المحلات. العجينه ديالها خفيفه وكتجي صحيه، لاننا دخلنا فيها الخضر، درنا فيها البصله، الدنجال، الكورجيت، الفلفله، ودغيا كطيب. يعني اي فران استعملتي، يعني اي فران عندك غادي يطيب لك هاد البيتزا بحال الا مطيباه في الفران ديال الزنقه، يعني ديال العواد. غير هو بشرط ديروا الطريقه اللي وريتكم ديال المقله، تخليوها في الفران حتى كتسخن مزيان، عاد طرحوا فيها البيتزا، يعني عاد طيبوا فيها البيتزا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو ليا جيم وتخليو التعاليق ديالكم والاشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد اللي كنحط. وبالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الوصفات مكتوبه باللغه العربيه، غادي تلقاوها في موقعنا على الانترنت www.funonطبخ.com. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر مع وصفة جديدة إن شاء الله.